من ساعة بقى ما جربته في البيت وانا عاملاه بنص كيلو من البانيه بس، وانا بقيت خلاص مش هشتريه تاني من بره. لا والله يا جماعه زي ما بكلمكم، انا مش هشتريه تاني. جبت نص كيلو من البانيه، غسلته ونضفته وقطعته وحطيته في الكبه كده، فرمته. بعد كده جبت نص كوبايه من النشا، حطيتها في الكبه، وجبت البهارات، حطيت 7 بهارات، حطيت كمون وحطيت بابريكا وحطيت ملح وحطيت توم بودره وبصل بودره ومعلقه كده من البيكنج باودر، وحطوا رشه زعتر لو عندكم، وكمان ممكن تحطوا رشه حبهان لو مطحون، وطبعا الفلفل الاسود ومعلقتين كده كبار من الزيت. وهرجع تاني اضرب كويس قوي لحد ما ينعم معايا زي ما انتوا هتشوفوا. لو لحد هنا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونكمل طريقتنا. حطيت كوبايه من الميه، والميه تكون ساقعه، وحطيت لون احمر، لون طعام صحي، وبعد كده هنعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب بقى اكياس حراريه، او تقدري تعمليه في ستريتش راب زي ما انت عايزه. انا قسمته على جزئين، بس جزء كان كبير والجزء التاني اصغر. ببتدي اخرج كده الهواء كله بسكرابر، وبعد كده بقفل الكيس، وبعد كده بقفل بورق فويل مره واتنين وتلاته كمان علشان ما يخشلوش اي ميه زي ما انت شايفه كده. ده الجزء التاني عملت منه كوزين، كوز كبير وكوز صغير بالشكل ده كده، وهنلفه برضو في ورق فويل. دلوقتي معايا حله ميه سخنه بتغلي، اول ما هتغلي هنبتدي ان احنا ننزل اللانشون فيها. ده لانشون حلو قوي يا جماعه، لانشون الفراخ. حطيت الميه كده تغطيه، بعد كده نرفعه على النار، نسيبه لمده ساعه وربع على كل جنب، يعني بنسيبه كل جنب نص ساعه، واخر ربع ساعه دي بتسيبيه بقى ما بتحركيهوش من مكانه. واول ما بيطلع كده بنفك على طول الفويل، علشان لو كان في ميه ولا حاجه دخلت فيه نصفيها منه بالشكل ده. عايزه اقول لكم انا سمعت كلام كتير جدا عن اللانشون، فعشان كده قلت انا مش هشتريه تاني من بره. طبعا احنا لسه ما خلصناش الوصفه بتاعتنا، هركنه على جنب يهدى شويه، وبعد كده هنكمل اخر خطوه. عادي لو لزق منك في الكيس مفيش مشكله، يعني مش لازم تطلعي كل حاجه زي بتاعت بره. بعد كده هجيب معلقه من البابريكا، معلقه من الزعتر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الثوم البودره والبصل البودره، وهقلبهم كده كويس جدا مع بعض. وطبعا مع البهارات رشه من الزعتر. وبعد كده جبت اللانشون، حطيت عليه معلقه من دبس الرمان، وهبتدي ان انا اغلف بيها بالشكل ده كده اللانشون بتاعي. وبعد كده هنجيب التوابل بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، هنبتدي ان احنا نحطها على اللانشون برضو. طريقه لحد كده سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده، عشان بقى يخليه مدخن معانا. التتبيله دي عشان يخليك اللانشون بتاعك في حته تانية خالص. شايفين بالشكل ده كده. هسيبلك تطبيق مجاني بقى بجيب عليه افكار كتير جدا، هتلاقيه في اول تعليق تحت الفيديو. بعد كده جبت بقى الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقتين من الزيت، ونزلت باللانشون كده، ما بياخدش وقت خالص، هي ثانيه واحده على كل جنب، وهتلاقيه خد معاكي لون. ايديكي تكون سريعه عشان ما يتلسعش منك بالشكل ده. ودي بقى اديته طعم وتدخينه خطيره خطيره خطيره. كل بقى ما بترققي بيكون احسن، بس انا بشتغل فيه وهو سخن، فعشان كده مش مرققاه قوي. تقدري بقى تعملي للسندوتشات لاولادك، تقدري تعملي بيه بيتزا، تقدري تعملي بيه ميني بيتزا او كب كيك حادق. عايزه اقولك بجد تحفه وسهله وبسيطه، وكمان ممكن تعملي بيه البيتزا السايله اللي بتضيفي لها كمان لانشون. فعايزه اقولك خطيره، ما تنسيش بقى تاخديها شير على صفحتك. باي باي.